السلام عليكم. امبارح يا جماعة كان في فيديو منتشر على السوشيال ميديا، يعني مش عارفة اقول عليه ايه، حرفيا فيديو وحش جدا. شاب كان معدي في التجمع الخامس ولقى عربية ملاكي مركونة كده على جنب وجواها حركة مش طبيعية. فقام الشاب وقف المكنة بتاعته ومشغل الكاميرا وصور كل حاجة. صور ان البنت والولد كانوا موجودين في وضعية غير لائقة وبيعملوا حاجات مش لطيفة. فاللي هو ازاي بتعملوا كده؟ يعني انتوا ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ يعني اكيد انا مش هفكرهم ان احنا في شهر كريم، شهر رمضان المبارك، ان احنا ما ينفعش القرف ده يحصل، وما ينفعش ان الكلام ده يحصل خالص. يعني انتوا المفروض اصلا تفتكروا ربنا، يعني ربنا شايفكم حتى ولو كنتوا موجودين في شارع مقطوع، اكيد ربنا شايفكم. يعني انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ مش منظر خالص ده. والفيديو ده لما نزل بصراحة انتشر انتشار فظيع على السوشيال ميديا، والناس اللي شافت الفيديو يعني في اللي أيد وفي اللي عارض. اللي كان مؤيد كان بيقول كويس ان الفيديو ده انتشر وان الراجل ده صور الفيديو، يعني عشان حتى يبقى عبرة لأي حد عايز يعمل كده. والناس اللي كانت بتعارض كانت بتقول ما ينفعش، يعني ان الله حليم ستار، ما ينفعش ده اللي بيحصل، اني انا اقوم اصور واحد وواحدة بيعملوا كده وافضحهم كده على العلن خالص. انا بصراحة يعني كان من رأيي الشخصي ان الراجل اللي صور كويس انه عمل كده، عشان حتى بس يعني الولد حتى يدخل في مسائلات قانونية ويبقى عبرة لأي حد عايز يعمل كده.